ما ينفعش احط على دهان العربيه لا تنر ولا جاز ولا بنزين ولا دعكه وتراب ولا اقعد افرم فيها بالدبليو 40 ولا الكلام الفاضي ده. اهلا بيكم. كتير قوي على السوشيال ميديا تسال سؤال ايا كان، جه دهان على دهان، حكيت في عربيه ولون العربيه التاني ده جه على عربيتك، اي سؤال خاص بالعربيات بتبص تلاقي الهبد كتير. وعلى فكره الهبد ده بيجيب نتيجه بس بيبقى ليه سايد افكت. يعني تلاقي واحد يقول لك ايه، هات شويه جاز واعملها، هات شويه تراب وحطه واكحتها كده بالراحه. مفيش حد بيقول معرفش، غالبيه يقول لك بنعرف. مين اللي قال لحضرتك اللي انت بتعمله ده مش هيشيل وهينظف وهتدي نتيجه كويسه؟ بس ثق تماما ان اول حته هتنضر في العربيه او اول حته هتكلح في العربيه هي الحته اللي انت عملتها بطريقه غلط دي. ما ينفعش احط على دهان العربيه لا تنر ولا جاز ولا بنزين ولا دعكه وتراب ولا اقعد افرم فيها بالدبليو 40 ولا الكلام الفاضي ده. هيديك النتيجه اللي انت عايزها ولكن هيضر طبقه الكلير كوت. احنا القصه بالنسبه لنا ان احنا نشيل الحاجه بس ما نضرش، ما يبقاش في مشكله تحصل في العربيه بعد كده، بعد شهر ولا 2 ولا سنه ولا 2. عايزين نوصل للنتيجه اللي انت عايزها من غير ما نضر. ندي مثال، حضرتك عندك بقعه في فرش العربيه، جبت جردل حطيت عليه بق كلور، حطيت عليه شويه صابون ودعكت، هينضف الفرش. مين اللي قال له مش هينضف؟ اغلب انواع البقع هتطلع. طب في بقعه جامده جدا، الحاجات اللي ستات البيوت بيستخدموها في البيوت، هتطلع البقعه. لكن المشكله ما بعد التطليع. تبص تلاقي اللي بيشتغل بلدي كده او اللي بيشتغل بالطريقه دي، النتيجه انت وصلت لها، البقعه راحت، ولكن الفرش تحس انه بقى له 40 سنه، تحس ان الفرش كده بهتان كده متبهدل، شكله قديم. احنا القصه ان احنا نطلع البقعه وفي نفس الوقت ما نضرش شكل الفرش. تحياتنا.